ما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة جوريا في بيتي. النهاردة يا بنات هعمل معاكم البسبوسة. هي طريقتها سهلة وبسيطة جدا، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. زي ما انتم شايفين كده، ده دقيق سومولينا او دقيق السميد. هو دقيق ناعم مش خشن. كوباية وكوباية الا ربع، ونص كوباية سكر، وربع كوباية جوز الهند، و كوباية الا ربع، يعني اقل من الربع كمان شوية، سمنة، وربع كوباية لبن او حليب، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. اول حاجة يا بنات هعملها، هو هاخد الدقيق السومولينا او دقيق السميد، هحطه في قلب الطبق كده بتاعي. هاخد المواد الجافة الاول زي ما انتم شايفين كده، والسكر وجوز الهند زي ما انتم شايفين كده، والبيكنج باودر بالطريقة دي، وهقلبهم مع بعض زي ما انتم شايفين كده. هقلبهم كويس كده مع بعض. بعد كده بقى يا بنات هنزل عليها بالسمنه. انا ماسكه السمنه مدفياها، مش مسخناها جامد، انا بس مدفياها زي ما انتم شايفين كده، عشان خاطر مادة الكلوتين اللي في قلب دقيق السومولينا ما يتفاعلش مع اللبن لما اجي احطه عليه. فانا بدفي السمنة بالطريقة ديت، بحيث ان لما احطها على دقيق السومولينا، الحباية بتاعت دقيق السومولينا كلها تتغلف واللبن ما يتفاعلش معاها، وان شاء الله تبقى ناجحة معانا. دلوقتي السمنة انا بقلب لسه فيها اهو. همسك السمنة انزلها على المكونات ديت، وهمسكها بالطريقه دي، هقلبها بس شويه كده اهو، وهنزل بيها على المكونات بتاعتنا بالطريقه دي كده اهوت، وهتاني اقلب بحيث ان هي تتغلف كلها بالطريقه دي. مش عايزه اخلي حاجه فيها لما تكون اتغلفت بالسمنه. اهم حاجه يا بنات تتبعوا الخطوات زي ما انا ماشيه، عشان خاطر ان شاء الله باذن الله تطلع معاكم ناجحه باذن الله. فانا بقى هعملها بالطريقه ديت وهرجع لكم. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، انا خلاص اهوت عملتها وبالسمنه بحالها كلها، وبسستها كده بايديا، حطيتها ما بين ايديا وبقيت بسستها. فانا حطيت اللبن في الكوبايه دي عشان اعرف اطلع الربع كيلو بالظبط، ربع كوبايه اقصد، وهبدأ احطها كده وهقلبهم بقى بسرعة كده زي ما انتم شايفين. هقلبها بقى كلها بالطريقة ديت وارجع لكم اهوت يا بنات. انا اهوت قلبتها بالطريقة دي، محضرة عندي صينية بالمقاس ده اهوت عشان تكون واضحة، ودهنتها سمنة. هاخد الخليط ده انزله هنا وارجع لكم. زي ما انتم شايفين يا بنات، انا نزلتها اهو. هبدأ افردها في الصينية اهوت اهو. هبدأ احاول اسويها كلها في الصينية. انا هسويها بقى بايديا عشان الفيديو ما يطولش عليكم وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، انا خلاص سويتها بالطريقة دي. ودلوقتي يا بنات انا هعمل معاكم الشربات. انا حطيت كوباية سكر زي دي، وبردك هعاير زيها مية اهوت، يعني كوباية سكر وكوباية مية بنفس الحجم ده، وهحطهم على النار، وهضيف عليهم نقطتين ليمون، وهوريكم ازاي انا هسويه على النار. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، انا حطيتهم على النار اهو، وهحط لهم نقطتين ليمون اهو بس كده، وهسيبهم ياخدوا غلوه والسكر يدوب، وهوريكم بعد ما يستووا ايه شكله. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، الشربات بتاع البسبوسه غلى بالطريقه دي. انا بقى هنزل اضيف عليه الفانيليا، انا بحب اضيف فانيليا في الوقت ده، وهطفي. هو بس كده كده خلاص الشربات بتاعنا خلص. انا هطلع دلوقتي البسبوسه من الفرن وارجع لكم.
زي ما انتم شايفين كده يا بنات، البسبوسه هي بعد ما طلعت من الفرن، انا طبعا الشربات سخن وهي سخنه، هبدا انزل عليهم بالطريقه دي اهو اهو بالطريقه دي، وهمسكها اقلبها كده، اخلي الشربات يملاها كلها بالطريقه دي، واغطيها عشان خاطر، وهسيبها بقى. وديت البسبوسه بعد ما حطيت لها الشربات، انا بقطعها دلوقتي. انا كنت حطيتها في الفرن على درجه حراره 180، ويا دوب اخدت تلت ساعه، واول ما حروفها بدات تحمر رحت رايحه مولعه عليها الشوايه، وبعد كده وشها احمر، وقمت مطلعاها من الفرن. وطبعا حطيت الشربات زي ما انتوا كنتوا شايفين، انا بقطعها سخنة عشان خاطر تبقى سهلة معايا. انا بعد كده هسيبها تبرد خالص، وبعد كده ان شاء الله هقدمها واوريها لكم شكلها كان ازاي. ودي يا بنات البسبوسة بتاعتنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.